في وقت من الأوقات كان شعار كانون موجود في كل مكان، من ملاعب كأس العالم لمؤتمرات الرؤساء حتى استديوهات هوليوود. بس اللي ناس كتير متعرفوش إن الشركة اليابانية العملاقة دي بدأت من ورشة صغيرة جدا، هدفها الوحيد إنها تقلد الكاميرات الألماني، والنهاردة بقت أكبر شركة في العالم وبتصنع أجهزة طبية وأقمار صناعية كمان. فالسؤال هنا، إزاي شركة بدأت بتقليد زي شركات كتير زي لايكا قدرت تتفوق عليهم؟ القصة بدأت سنة 1912 وقت ما سفينة التايتانيك كانت واحدة من أعظم الإنجازات البشرية، وساعتها أغلب الناس كانوا بيستخدموا كاميرات كوداك لأنها كانت رخيصة وسهلة الاستخدام. لكن الحقيقة اللي الناس كتير متعرفهاش إن غرق التايتانيك كان كارثة كمان في عالم التصوير. ناس كتير خاطروا بحياتهم علشان ينقذوا كاميراتهم والصور اللي صوروها، لكن بعد ما وصلوا لبر الأمان اكتشفوا إن أغلب الصور طلعت سودا وغير واضحة بالمرة. والسبب إن كاميرات كوداك وقتها كانت بعدسات ضعيفة جدا، ما بتشتغلش غير في الأماكن اللي فيها إضاءة زيادة أو إضاءة قوية. أما الأماكن الضلمة أو التصوير الليلي فشبه مستحيل إنك تطلع صورة بإضاءة أو صورة واضحة بمعنى أصح، وده اللي خلى آلاف اللحظات التاريخية تضيع للأبد. في الوقت ده مهندس ألماني اسمه أوسكار بارنك كان شايف إن المشكلة مش في الفيلم، المشكلة كانت في الكاميرا نفسها. وفي سنة 1913 قدر يصنع أصغر وأدق كاميرا في التاريخ، واللي بعد كده العالم كله عرفها باسم لايكا. ولما نزلت أول كاميرا للايكا سنة 1925 العالم كله اتصدم بجودة الصورة. صورة حادة جدا، تفاصيل واضحة في الصورة حتى في أغلب الأوقات لما تكون الإضاءة ضعيفة. لكن النجاح ده خلق مشكلة جديدة وهي السعر، لأن كاميرات لايكا بقت غالية جدا لدرجة إنها اتحولت من مجرد كاميرا لرمز رفاهية. والأصعب إن الشركة كانت معتمدة تعقد تصميمات الكاميرا علشان محدش يقدر يصلحها أو يعمل صيانة غير عندهم، كل ده عشان يفضلوا محتكرين السوق. لكن وسط الاحتكار ده ظهر شاب ياباني اسمه جورو شيدا، شاب مهووس بالكاميرات وعنده فضول يفهم كل حاجة. وفي سنة 1932 قرر يصرف كل فلوسه ويشتري أغلى كاميرا لايكا موجودة وقتها، مش علشان يستخدمها، علشان يفككها. وكان متوقع يلاقي تكنولوجيا مستحيل تتقلد، ولكن بعد ما فكها قطعة قطعة اكتشف إن أغلب الأجزاء مجرد نحاس وحديد وألمونيوم. وقتها فهم الحقيقة إن سر الكاميرات الألمانية مش سحر هندسي، لكن تعقيد معتمد علشان يخلقوا هيبة حوالين المنتج. ومن هنا بدأ حلم صناعة كاميرا يابانية بنفس الجودة بس بسعر أقل. وبالفعل أسس الشركة بيرسيون أوبتيكال اللي بعد كده اتحولت لاسم كانون. وفي سنة 1934 نزلت أول كاميرا ليهم، ومع الوقت قدروا ينافسوا الكاميرات الألمانية لأول مرة. لكن الحرب العالمية التانية وقفت كل حاجة، وبعد نهاية الحرب الجنود الأمريكيين في اليابان بدأوا يشتروا كاميرات كانون لأنها كانت قريبة من جودة لايكا بس بسعر أرخص بكتير. ومن هنا بدأ اسم كانون ينتشر عالميا. لكن التحول الحقيقي حصل 1975 لما شركة كوداك اخترعت أول كاميرا رقمية في التاريخ. والمفاجأة إن كوداك خافت التكنولوجيا الجديدة تأثر على مبيعات الأفلام فقررت تدفن الاختراع، لكنها سمحت لشركات زي كانون ونيكون تستخدم التقنية دي. وده كان بداية الحرب الكبرى في عالم التصوير. نيكون كانت مشهورة بالحدة والألوان والواقعية، وكانون كانت مفضلة عند صناع السينما والأزياء بسبب نعومة الألوان. وفضل الصراع بينهم سنين لحد ما دخل لاعب جديد قلب السوق كله، سوني قررت تلغي المراية الداخلية من الكاميرات وتعمل كاميرا أخف وأصغر. وفي سنة 2013 أطلقت كاميرا سوني A7، أول كاميرا ميرورلس فول فريم حقيقية. وقتها كانون ونيكون استهزأوا من الفكرة، لكن سوني فضلت تطور بسرعة لحد ما المصورين المحترفين بدأوا يسيبوا ال DSLR بالكامل وينتقلوا الكاميرات الميرورلس. وفي النهاية كان لازم كانون ونيكون يعترفوا إن المستقبل اتغير. لكن رغم كل ده لسه كانون هي أكبر الشركات العالمية للكاميرات النهارده، والسبب انها عمرها ما خافت تتغير. الشركة اللي بدأت بتقليد المنافسين هي نفسها اللي بقت رقم واحد في العالم بقيمة تتجاوز 23 مليار دولار. ودي كانت قصة كانون، الشركة اللي أثبتت إن التطوير أهم من الكبرياء. كان معاكم محمد يحيى، وانتظروني في حلقات كتيرة من فريم عربي. قول حاجة طيب، انت أدعي عليك بيه، انت معايا ولا ضدي؟